زي ما انت راكب العجله عادي، لا بيبدل عكس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا محمود مصطفى وانت بتتفرج على قناه هاكر العجل. النهارده جاي اعلمكم حركه بسيطه جدا اللي هي سويتش باك او السواقه بالظهر. فنشوف اول خطوات تعملها ايه. اول حاجه تخلي بالك من نفسك لما تيجي تتمرن في مكان فاضي زي كده او باركينج عشان ما يحصلكش اصابه او تتعور. يلا بينا نشوف اول خطوه تعملها ايه. اول حاجه هو بالنسبه ركوب العجله، ركوب العجله فمش بيبقى زي كده، مش بيبقى بالطريقه العاديه بتاعتنا، لا احنا هنركبها بالعكس اللي هو بالشكل ده. هتقف بالشكل ده كده، تمام. بعد كده لما تيجي تمسك البار او تمسك الجدون بايدك، تمسك الجدون مش هتمسكه بالشكل ده كده هيبقى غلط، اللي انت مش هتعرف تتحكم في الفرامل وهيبقى غلط على كتفك من هنا. هتمسكه بالشكل ده، تبقى ايدك كده اهو وهتمسك بالشكل ده. الفرامل مش هنمسكها بايدينا كلها كده، هتبقى بصباعين بس، هتبقى بالشكل ده. تاني حاجه بعد كده هتحاول ترفع نفسك على الرقبه بتاعت الكرسي بالشكل ده. بعد كده هتخلي رجلي ثابته على الارض ورجلي على البدان كده. الرجل اللي ثابته على الارض دي انت بتزقها واحده واحده كده، وبتخليك بتحرك البار من تحتيك سنه يعني، سنه يمين وسنه شمال بالشكل ده. تتعود على الحركه بتاعته. ممكن تكون الحركه بتاعته صعبه في الاول بس هتلاقي الموضوع سهل شويه. بعد كده هتفضل ماشي. حاول لما تيجي تتعلم تحط رجلك الثانيه على البدال، ما تخليش اللي هو العجله مايله كده او مايله كده او بتلف بيه. العجله بشكل مستقيم وهتزق بوش رجلك كده واحده واحده، ورجلك دي هتكون ثابته. وتتعود تدوس فرامل، تخلي ايدك على الفرامل دايما، اللي ورا مش اللي قدام. ما تتعودش تدوس الفرامل اللي قدام، لان انت لو دوست اللي قدام ده الغلط اللي هيحصل دلوقتي وهتقع. فاحنا خلينا في الفرامل اللي ورا مش اللي قدام، ونكمل زي ما احنا كده. بزق رجلي بالشكل ده، تقعد تزق بالشكل دوت كده لحد ما يبقى فيه بالانس كده معاك انت والعجله، يبقى فيه توازن، وهتمشي بالشكل ده. هترفع رجلك سنه من على الارض تخلي العجله ماشيه. لقيت العجله ماشيه شويه هترفع رجلك وتحطها كده بالشكل ده. واهم حاجه ايدك بتكون على الفرامل كده. بعد كده بتحاول تبدل بدال، تدوس فرامل ونزل رجل واحده عشان تتعود على وقوف العجله. بعد كده بتكمل بنفس الطريقه. بعد كده اول ما بتحاول تبدل بتخلي رجلك ثابته مع دراعك، بتحرك يمين وشمال يمين وشمال كده بطريقه سلسه وبسيطه. محدش يعمل يمين قوي كده، هتلاقي العجله غالبا بتعمل بيك كده، فده اكبر غلط. وانت برضو هيبقى في توازن بس هتاخد وقت طيب لما بتجيب حته التوازن دي. نكمل تاني زي ما انت بص. وانت بتبدل بتخلي اللي هو تفكيرك العكس، البدال ما بيبدلش كده زي ما انت راكب العجله عادي، لا بيبدل عكس. لو بص يبقى الموضوع مختلف. ونتعود لما نيجي نوقف العجله بتدوس فرامل الاول، بعد كده بتنزل رجل واحده الناحيه الرجل اللي انت كنت بتمشي بيها، على حسب انت هتخليها الرجل اليمين او الرجل الشمال، لحد ما تبقى متمكن من العجله جامد. وانسى خالص الفرامل اللي قدام، لان الفرامل اللي قدام هتبقى اكبر غلط. خليك في الفرامل اللي ورا ونمسكها بالشكل اللي احنا قلنا عليه كده. كده انتهى فيديو النهارده. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه.